المشكله الكبيره اللي الكل بيعاني منها بقالنا اكتر من سنه وهي وقوف طرق الدفع الدولي في مصر. يعني لو انت معاك كارت ديبت عادي من اي بنك ما تقدرش تشتري او تدفع او تعمل اي عمليه من اي موقع اجنبي بعمله غير الجنيه. ولو انت شخص بتشتغل على النت مثلا وبتستخدم باي بال في استلام فلوسك فهتلاقي ان انت مضطر ان انت تفتح حساب بنكي وعدد قليل قوي من البنوك هي اللي بتدعم باي بال، وفي الاخر يا اما بتخصم منك نسبه كبيره وانت بتحول فلوس يا اما ما بتعرفش تستلم فلوسك بالدولار ولازم تستلمها بالجنيه. النهارده بقى انا جبت لك حل لكل المشاكل دي في كارت واحد. مش محتاج تعمل حساب بنكي اصلا علشان تسحب من باي بال، ولا محتاج تروح تطلع كارت دولاري ولا كريدت علشان تستخدمه على المواقع العالميه. الموضوع اسهل مما تتخيل وكله وانت قاعد في مكانك. الكارت اللي هنستخدمه اسمه كاست. ده كارت افتراضي هنطلعه مع بعض دلوقتي من على الابلكيشن بتاعهم وهنشوف ازاي هنربطه بباي بال وازاي نشحنه وازاي نشتري بيه من اي مكان. طبعا احنا الميزه الرئيسيه بالنسبه لنا في كاست هي ان هو ما بياخدش عموله اصلا على التحويل من باي بال زي مثلا ريدوت باي او الكروت الافتراضيه الثانيه. فانت عندك دلوقتي كارت يعتبر من غير عموله، يعني تشتغل بيه من غير عموله. هحاول اخلي النهارده كل الشرح على الموبايل علشان يبقى مفيد لاكبر عدد من الناس. هتلاقيني طبعا سايب لك لينك التحميل والتسجيل تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت. بعد ما تخش على اللينك اللي انا سايبه لك تحت في الديسكريبشن هيطلع لك البرنامج على جوجل بلاي، هتنزله عندك، هتفتحه، هتدوس هنا ساين اب، هيقول لك حط رقم موبايلك، هنختار بلس 20 اللي هو الكود بتاع مصر ونحط الرقم بتاعنا. بعد كده هدوس كونفيرم وهخش على الخطوه اللي بعديها. هيقول لي ان هو بعت لي او تي بي للرقم بتاعي، هحط الكود اللي وصلني. بعد كده بيقول لي اعمل رقم سري مكون من 6 ارقام، هحط الرقم واكده. دلوقتي بيقول لي انيبل فيس اي دي او تاتش اي دي اللي هو التحقق بالبصمه او بصوره الوش. لو عايز اشغله هشغله، لو مش عايز اقول له ميبي ليتر. دلوقتي بيسالني عن النوتيفيكيشنز، هقول له مش عايز اشغلها. وبس كده الابلكيشن فتح قدامي وظهرت قدامي الواجهه الرئيسيه بتاعت الابلكيشن على طول. خطوات التسجيل بسيطه. طيب دلوقتي الحاجه اللي احنا محتاجين نعملها علشان نبدا بقى نستفيد من البرنامج فعلا هي ان احنا نطلع الكارت بتاعنا. الكارت بيطلع بصوره مجانيه 100%. هتلاقي على واجهه البرنامج الرئيسيه كلمه اد كارد، هندوس عليها دلوقتي. هيبدا يقول لك ان انت هتحتاج شويه خطوات، منها خطوات تاكيد الهويه وكده علشان تطلع الكارت. هندوس ستارت. هيسالك دلوقتي انت مواطن امريكي ولا مواطن دوله ثانيه، هنقول له دوله ثانيه. بعد كده هيقول لك تاكيد الهويه، هتقول له كونتينيو. هيقول لك بعد كده اختار الدوله اللي انت هتبعت تحقق الشخصيه او تحقق الهويه بتاعتك بناء عليها. فطبعا احنا في مصر فهنختار مصر. كده هندوس كونتينيو. هيقول لك حط الايميل بتاعك، هنحط الايميل بتاعنا. هيقول لك وصل لك كود على الايميل، هناخد الكود ونحطه عندنا هنا. بعد كده هيقول لك انت عايز تعمل تحقق الهويه بانهي وثيقه، هل عايز تعمله بالبطاقه الرقم القومي ولا برخصه ولا بالباسبور. هنختار اسهل حاجه اللي هي بطاقه الرقم القومي اللي موجوده معانا كلنا. هيقول لك صورها. بعد كده هتدي البرميشن للابلكيشن وتبدا تصور بطاقه الرقم القومي بتاعتك وش وظهر. وخلي بالك لازم الصور تبقى واضحه علشان البطاقه تتقبل. بمجرد ما بتصور البطاقه بيقول لك صور نفسك سيلفي، بتحط وشك في الدايره اللي بتظهر عندك دي. وبعد كده بيقول لك خلاص انت كده تمام. التحقق الشخصيه بتاعك بياخد فتره صغيره قوي وبيتقبل. لو جيت ادوس دلوقتي على اد كارد هيقول لك ان بروجريس، ان هو يعني تحقق الشخصيه بيتم مراجعته. بعد 5 دقايق بالظبط دوست اد كارد وهنا فتح معايا عادي وبيقول لي انت عايز انهي نوع من الكارت. عندك كارتين، كارت فيرشوال او كارت افتراضي مش بتمسكه في ايدك، وكارت فيزيكال ممكن تطلبه ويوصلك لحد البيت وتستخدمه، ولكن ده عندنا هنا في مصر ملوش فايده. يعني انت مش هتستفاد منه، ممكن تسحب منه من مكان معين او كده، ولكن هيبقى عليه عموله وهيبقى عليه كلام، فملوش لازمه يعني باستخدامه بالنسبه لك. احنا محتاجين الكارت الفيرشوال، فهنبدا نختار الكارت الفيرشوال. طبعا عندك انواع مختلفه من الكارت. هو الكارت الاولاني اللي فوق ده هو ده الكارت المجاني. زي ما انت شايف لما دخلت عليه طلع لي كي كارد، هو ده الكارت اللي احنا هنطلبه. هدوس دلوقتي جيت كارد. مجرد ما دوست عليه بيقول لك سعر الكارت $20، ولكن انت واخد خصم $20 برضه، فانت الكارت عندك في الاخر هيبقى ب$0. هندوس نيكست وبعد كده هندوس باي. هنحط الكود بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، وبكده الكارت بتاعك اتكريت وبيقول لك دن. وممكن دلوقتي تشوف الكارت بتاعك. زي ما انت شايف الكارت بتاعي بقى موجود عندي دلوقتي. موجود عندي 3 خيارات. بيقول لي شو ديتيلز بحيث ان انا اشوف تفاصيل الكارت والرقم بتاعه عشان اقدر استخدمه. بيقول لي فريز لو انا عايز اوقف الكارت، لو الكارت اتسرق مثلا او في موقع بيسحب مني وانا عايز اوقف الكارت. وثالث واحده دي فيها مور، فيها شويه اعدادات زياده مش هتفيدنا يعني. طبعا برضو زي ما انت شايف عندك امكانيه ان انت تضيف الكارت لجوجل وولت بتاعتك لو انت بتستخدم جوجل باي، او عندك ابل باي لو انت بتستخدم ايفون. بعد ما بقى عندنا حساب دلوقتي تعالى بقى نعرف ازاي نعمل ايداع او حتى سحب في السريع كده. طيب دلوقتي احنا الحساب بتاعنا موجود، عندنا الكارت بتاعنا، وعندنا دلوقتي ابسط حاجه الواجهه بسيطه خالص. عندك ريسيف وعندك سند. انت دلوقتي عايز تعمل ايداع على الكارت بتاعك. طبعا زي ما قلت لك انت ممكن تعمل ايداع بالجنيه المصري عادي. بتدوس على الريسيف هنا. الايداع بيتم عن طريق تحويل العملات المشفره او الكريبتو. عندك طريقتين. بيمنت لينك دي بتستعملها لو واحد تاني بيحول لك من البرنامج، نفس البرنامج بتاعك من برنامج كاست بيحول لك الاكونت بتاعك. انما اللي احنا هنستعملها في العادي اللي هي اون تشين ترانسفير. التحويل بيتم ازاي؟ التحويل بيتم عن طريق ان انت بتاخد الادرس بتاع المحفظه بتاعتك وبتحدد العمله اللي انت هيتحول لك عليها، اللي هي غالبا بتبقى يو اس دي تي، ده اللي احنا بنستعمله. والنتورك اللي احنا بنتحول عليها بتبقى الترون. بعد كده بيظهر لك الادرس بتاع المحفظه
المحفظه بتاعتك، بتاخد الادرس، بتدوس كوبي ادرس، وبعد كده بتبعته للشخص اللي هيحول لك. عمليه تحويل الفلوس دي بالكامل كنا شرحنا ازاي تعملها او ازاي تشحن المحفظه بتاعتك قبل كده، هتظهر عندك في فيديو كنا متكلمين فيه، هسيب لك اللينك بتاعه فوق على اليمين او فوق على الشمال، وهسيب لك برده الثانيه اللي انت تخش فيها في الفيديو على طول عشان ما تقعدش تدور كتير. عندك كذا طريقه تحويل مختلفه كلهم بيشتغلوا بنفس الشكل، عن طريق ان انت تاخد عنوان المحفظه وبتبعته للشخص اللي هيحول لك، بيحول لك على المحفظه بتاعتك. طيب ازاي تبعت فلوس لو انت معاك فلوس وعايز تبعتها؟ برده الموضوع بنفس الشكل، بتاخد الوالت ادرس، بتخش عليه هنا، بتحط الوالت ادرس بتاعت الشخص اللي انت هتحول له، سواء بقى انت بتبعت لحد او انت عايز تسحب فلوسك عن طريق حد فبتحولها له من هنا وبعد كده بتاخدها منه كاش، ايا يكن الطريقه اللي انت بتسحب بيها فلوسك. بتحدد العمله اللي انت هتحولها وبتحدد الشبكه اللي هي ترون، دايما تاكد ان الشبكه ترون دي غالبا اللي احنا بنشتغل عليها، وبتحط هنا العنوان اللي انت هتبعت له، بتحط العنوان وبتحدد المبلغ اللي انت هتبعت له وبتبعت له اللي انت عايز تبعته. تعال نشوف بقى النقطه الاهم دلوقتي، وهي ازاي نربط الكارت ده على باي بال علشان نسحب منه، وبعدها نشوف ممكن نستخدمه في الشراء ازاي. طيب يا ريس، دي دلوقتي اهم خطوه، وهي خطوه ربط الكارت بباي بال. طبعا انا فاتح الحساب بتاع باي بال بتاعي على الموبايل، ولكن عامله اللي هو الديسكتوب سايت علشان يظهر لي الموقع كامل بكل التفاصيل بتاعته. ده الحساب بتاعي، ولحسن الحظ احنا دلوقتي في مبلغ على الحساب، فهنقدر ان احنا نجرب نسحب الحساب مع بعض او نسحب المبلغ اللي موجود عندي مع بعض على الكارت. طبعا الطريقه دي تخليك تقدر تحول فلوسك من على باي بال لكريبتو، يعني احنا باي بال ما بتعملش مع اي شبكه كريبتو، ولكن احنا بالطريقه دي نقدر نسحب فلوسنا من باي بال في هيئه كريبتو ونحتفظ بيها، بدل ما باي بال كده بيحول فلوس اوتوماتيك كل اول شهر لو انت عايز تحوش يعني. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدوس على لينك اكارد اور بنك اللي موجود عندي هنا علشان ابدا اربط الكارت بتاعي. دلوقتي هو بيقول لك لينك كريدت كارد ولا لينك بنك اكونت، احنا طبعا معانا الكارت معناش اكونت، فهندوس على لينك كريدت كارد. هنا بيبدا يقول لك حط تفاصيل الكارت بتاعك. هنروح على الابلكيشن بتاعنا، ندخل على الكارت بتاعنا، كان ندوس هنا على شو ديتيلز عشان ناخد التفاصيل بتاعه الكارت. طبعا بيقول لي حط الباسورد، بعد ما حطيت الباسورد بدا يظهر لي التفاصيل بتاعتي. هدوس هنا على كوبي علشان اخد رقم الكارت، وهحفظ التاريخ والسي في علشان اكتبهم هناك. طبعا هو اتعرف على نوع الكارت على طول فيزا اوتوماتيك، وبعد كده هدوس لينك كارد. دلوقتي زي ما انت شايف باي بال بدا يتحقق من الكارت بتاعي، بيقول لي عشان عايزين ناكد الهويه بتاعه الكارت بتاعك، فبعتنا لك حاجه على الابلكيشن او على التليفون بتاعك المفروض توصلك. لو رجعت الكاست فهلاقي ان انا عندي في النوتيفيكيشنز حاجه اسمها ميكنج اونلاين ترانزيشن او ترانزاكشن، هقول له ابروف، جايه من باي بال طبعا وعايزه 1 اتش كي دي، مش عارف ايه العمله دي. هيقول لي حط الباسورد بتاعك علشان اكد العمليه بس الباي بال، لان باي بال بيسحب تقريبا نص دولار او ربع دولار علشان ياكد العمليه. بيقول لك هنا العمليه بتاعتك اتاكدت. هرجع لباي بال تاني اشوفه، هنا بيقول لي الكارت بتاعك تم ربطه بنجاح، الكارت اللي اخره 0529 تم ربطه. هقول له دن، وبكده بقى الكارت بتاعي موجود عندي هنا. طيب احنا دلوقتي هنعمل ترانسفير او نسحب الفلوس بحيث ان انا اوري لك الكارت وهو فعلا بيشتغل. طبعا سحب الفلوس من على باي بال بياخد 5 دولار عموله لو سحبتها في اي وقت غير وقت التحويل الاوتوماتيك، بس مش مشكله اضحي ب 5 دولار عشان الفيديو. هدوس ترانسفير فند، بعد كده اختار الكارت بتاعنا اللي احنا لسه ضايفينه اللي هو اخر كارت عندي، بيقول لي فيه عندك فيه او مصاريف زياده 5 دولار. هقول له نيكست، بيقول لي عايز تحول كام؟ هقول له حول المبلغ اللي موجود كله على باي بال، وهقول له نيكست. بيقول لي هيوصلك 49 دولار عشان بياخد عموله 5 دولار زي ما قلت لك. هقول له ترانسفير ناو. بيقول لي الفلوس بتاعتك تم تحويلها او يعني تم طلعت من الباي بال بتاعك ومفروض انها توصل عندك على الحساب. طيب انا نسيت اقول لك حاجه، ان باي بال نفسه بياخد يوم او يومين عمل على ما الفلوس اصلا بتوصل منه للمكان اللي انت محول له، فالفلوس للاسف مش توصل دلوقتي معانا واحنا بنتفرج، ولكن هي المفروض ان هي يوم او يومين وهتوصل لي. طبعا لو حصل اي حاجه في خلال اليومين دول والفلوس ما وصلتش لاي سبب، انا هكتب لك في الكومنتات بتاعت الفيديو اصلا. عايزك بس تاخد بالك من حاجه، ان احنا علشان نربط الكارت بباي بال سحب 38 سنت، فانت علشان تعمل العمليه دي اصلا لازم يكون عندك فلوس على الكارت من الاول، يعني اعمل الكارت واشحن عليه اي مبلغ قليل عشان تعرف تربطه بباي بال بتاعك. دلوقتي تعال نجرب نضيف الكارت على موقع عالمي زي علي اكسبريس ونجرب نشتري بيه حاجه بعمله غير الجنيه ونشوف هل هيشتغل معانا ولا لا. طيب انا دلوقتي رحت على علي اكسبريس علشان اشتري حاجه سعرها 4.5 دولار او 34 سنت زي ما انت شايف. هخش دلوقتي علشان اضيف الكارت ونجرب نشتري بيه. هخش انا على بيمنت ميثود، اقول له عايز اضيف كارت جديد. ضفت بيانات الكارت بتاعتي على علي اكسبريس، بعد كده هدوس سيف اند كونفيرم وهدوس باي ناو علشان اشوف هو هيدفع بالكارت ولا لا. زي ما انت شايف علي اكسبريس دلوقتي بيعالج العمليه، ودلوقتي ظهر لي بيمنت سكسسفول وان العمليه يعني تمت بنجاح. ولو رجعنا على كاست دلوقتي هنلاقي ان بالفعل المبلغ اتخصم من هنا 4.8 سنت علشان انا كان عندي خصم نزلوا لي شويه يعني، ولكن رجع لي 4.8 سنت من الابلكيشن. طبعا بالنسبه للعموله اللي الابلكيشن بياخدها على العمليات اللي بتتم، انا زي ما شفت ما خدش مني عموله دلوقتي في اي حاجه عملتها، ولكن في عمولات بتطبق ساعات. هيظهر دلوقتي قدامك شاشه او صوره فيها العموله اللي بتتاخد من الابلكيشن في الحالات المختلفه، عشان برضو انت تبقى واضحه كل حاجه بالنسبه لك، عشان لو لقيت اي حاجه مخصومه من عندك من الكارت تبقى فاهم دي بتاعت ايه. دلوقتي زي ما شفت بقى معاك كارت تقدر تشتري بيه من اي موقع في العالم، تقدر تشحنه بكل سهوله بالجنيه المصري عادي، تقدر تسحب من عليه فلوسك على باي بال وتفضل معاك كريبتو محتفظه بسعرها لو عايز تشيلها مثلا. طبعا لينك التسجيل هتلاقيه سايبه لك تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت. بس برضو لازم اقول لك على كام حاجه كده
كده لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه لازم تتاكد هل الكارت هيشتغل على الموقع اللي انت محتاجه ولا لا، لان ساعات الكروت الافتراضيه دي ما بتكونش مدعومه على كل المواقع، علشان بس ما تعملش الكارت مخصوص عشان حاجه معينه وتلاقيه بعد كده مش شغال عليها. تاني حاجه لازم تكون حذر قوي وانت بتحول فلوسك من خلال باينانس او اي موقع تاني، لان اي غلطه بسيطه في عنوان المحفظه ممكن تضيع عليك فلوسك. انا لو لاحظت اي حاجه تانية في خلال الفتره اللي جايه وانا بستخدم البرنامج هتلاقيني سايبها لك في الكومنت المثبت اللي بيبقى تحت الفيديو. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبهولي في كومنت وانا هرد عليك. كل عام وانتم بخير، كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.